الناس في المغرب مش مطمنه، لكن على الصعيد الدفاع عندهم مشاكل. الغيابات كمان اللي اتاثروا بيها خلال اللقاءين الاخيرين في البطوله المحليه هيتاثروا بيها من وجهه نظري في لقاء دوري الابطال امام النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله. اخواني اخواتي، مرحبا بكم. كما عودنا الاعلام المصري قبل اي مواجهه لاحد الانديه المصريه، اليوم يمارس ضغوطات كبيره جدا على نادي الرجاء الرياضي المغربي خصم نادي الاهلي في الدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. وكما اعتدنا على ذلك، اليوم هجمات وراء هجمات تليها هجمات متعددة كلها ضد الرجاء. قبل البداية نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالحلقة وترك لنا تعليق محفز. واستعداده للقاء النادي الاهلي، بدات بعض الاصابات كده تظهر في صفوف الرجاء المغربي. كلنا عارفين ان محمد زريده واحد من اللعيبه الاساسيه ولاعيبه الارتكاز في الرجاء تم اصابته. كمان الرجاء اعلن اصابه اللاعب المعكازي، واحد برضو من اللعيبه المميزه في صفوف الرجاء بيواصل نتائجه السلبيه في البطوله المحليه. كان عنده لقاء في البطوله المحليه مع شباب السوالم وخلص بالتعادل. الرجاء يعني اداء حتى الان في البطوله المحليه غير مطمئن بالنسبه للجماهير، لكن اداؤه في دوري الابطال اداء مختلف. اداؤه مع كابتن منذر الكبير في بطوله دوري ابطال افريقيا اداء مغاير تماما عن البطوله المحليه. كابتن منذر الكبير اللي تولى الاداره الفنيه الرجاء وعنده 30 مباراه مع الفريق، عنده 5 هزيمه و8 تعادلات. الناس في المغرب مش مطمنه بسبب الارقام اللي الرجاء بيحققها. زي ما قلت لكم كابتن منذر الكبير معاهم 30 مباراه، 17 فوز، 5 هزيمه، 8 تعادل، وليهم 43 هدف وعليهم 19 هدف. قوه الرجاء الهجوميه جيده جدا الى حد ما، لكن على الصعيد الدفاع عندهم مشاكل. الغيابات كمان اللي اتاثروا بيها خلال اللقاءين الاخيرين في البطوله المحليه هيتاثروا بيها من وجهه نظري في لقاء دوري الابطال امام النادي الاهلي. واضح كده ان الفرق بقى المشاركه في دوري الابطال عندهم مشاكل، بدات تحصل عندهم مشاكل بعد وصولهم الى دور الثمانيه. فرقه كمان هنتكلم عنها هي فرقه صن داونز. كلنا شفنا فرقه صن داونز في مرحله المجموعات وكله اتكلم عنها وقال قد ايه ان الفرقه دي فرقه مخيفه وفرقه قويه وعندها لعيبه مميزه. النهارده فرقه صن داونز بتودع كاس جنوب افريقيا على حساب ستيلنبوش الجنوب افريقي بخساره 2-1. كده صن داونز ودع بطوله الكاس، خساره غير متوقعه من جانب الفريق الجنوب افريقي. الجماهير كمان ما كانتش متوقعه الخساره دي. وروليني مكوينا بقى مدرب الفريق اتكلم وقال لا احنا لازم يكون لنا وقفه مع اللعيبه ونتكلم مع اللعيبه. احنا حققنا البطوله المحليه في الدوري الجنوب افريقي، لكن احنا بنلعب على كل الجبهات كل المنافسات. كمان بطوله الكاس بطوله مهمه لينا وخرجنا منها. اللعيبه داخلين اللقاء كانوا داخلينه بثقه زايده، لكن احنا خلاص هنركز بعد كده تركيزنا كله على بطوله دوري ابطال افريقيا. كلنا عارفين ان فرقه صن داونز تركيزها على بطوله دوري ابطال افريقيا، واحده من الفرق المرشحه اللي ظهرت بشكل جيد خلال مرحله المجموعات. وكمان النتائج اللي عملوها خلال مرحله المجموعات تخلينا تقول ان هي واحده من الفرق المرشحه ان هي تاخد البطوله. رولوني مكوينا عمل اجتماع مع الفريق، وكمان محيز رئيس النادي اللي هو ابن باتريس موتسيبي، واتكلم مع اللعيبه وقال لهم ما كناش متوقعين الاخفاق ده، ان الاخفاق ده يحصل بعد نتائج ايجابيه في البطوله المحليه، بعد نتائج ايجابيه في دوري ابطال افريقيا. عاوز اوريكم كده قائمه فريق صن داونز اللي لعب بيها اللقاء، كان فيها اكتر من لاعب اساسي. يعني القائمه اللي امامنا على الشاشه كان فيها اكتر من لاعب اساسي بيلعب في البطوله المحليه وفي دوري ابطال افريقيا. لو هنبدا من الهجوم، بيتر شالولي مهاجم الاساسي للفريق وعنصر اساسي، سيرينو كمان كان متواجد، زواني، مياما، اليندي لاعب تشيلي اللي تالق بشكل كبير وثبت ان هو اهم صفقات الفريق الجنوب افريقي خلال الفتره الماضيه. مكوينا كمان لاعب، مافالا، كيكانا، موديبا،
موده. لكن انه يعني في بطوله الكاس بقى الراجل رولاني مكوينا اشرك الحارس دينيس اونيانجو، الحارس الاوغندي دينيس اونيانجو. كلنا عارفين دينيس اونيانجو وظهوره بشكل جيد مع منتخب اوغندا يعني في اكتر من مده، لكن اداؤه بدا يقل. اول ما اداؤه بدا يقل مع الفريق على طول تعاقد مع الحارس مويني اللي ظهر بشكل جيد خلال دوري ابطال افريقيا، وثبت انه حارس كبير، وكمان انضم الى منتخب جنوب افريقيا. واضح كده ان في تعثرات للفرق الكبيره، الفرق اللي بتلعب دوري ابطال افريقيا. عاوز اقول لكم في فرق كده ممكن تظهر بشكل جيد خلال مرحله المجموعات، وتيجي في من دور الثمانيه بتلعب باداء مختلف تماما. بيبقى بقى بنهايه الموسم لعبوا شوط طويل جدا في البطوله المحليه، لعبوا شوط طويل في الكاس برضه في البطوله المحليه. مباريات دوري الابطال نفسها مباريات متعبه، مباريات سفر بتحتاج قائمه كامله متكامله، لعيبه ما يكونش عندك اصابات، اللاعب اللي يكون خارج التشكيل يكون نفس مستوى اللاعب اللي داخل التشكيل. ان شاء الله تكون فرصه وحظوظ الاهلي كبيره جدا انه يحقق البطوله. من وجهه نظري انا شايف الاهلي الفرقه اللي عندها قائمه يعني كامله متكامله، اللعيبه اللي بره زي اللعيبه اللي جوه. نتائج الاهلي الايجابيه كمان تقدر تديله ثقه، وتاهل الاهلي الى دور الثمانيه بعد الانتصار الكبير على الهلال السوداني. فوز الاهلي كمان ببطوله الكاس على حساب بيراميدز دي حاجه كمان بتديله ثقه. ان شاء الله يقدر الاهلي يتجاوز لقاء الرجاء ويكون متواجد في المباراه النهائيه. إذا كان هذا هو الرأي ديال الإعلام المصري في مباراة التي ستجمع الناديين العريقين الأهلي والرجاء البيضاوي، مباراة ستشهد ندية كبيرة، ونتمنى إن شاء الله من ممثل المملكة المغربية أن يعود بنتيجة إيجابية من الديار المصرية. قبل الختام أذكركم بالإعجاب بالحلقة، ترك لنا تعليق محفز، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، وشكرا لكم.